واخيرا خلصت الايديت وظبطت كل حاجه، قمت بقى تفتح التيك توك وابدا ارفع بقى واعمل ابلود. ف وبعدين ايه ده؟ ابص ايه ده؟ ايه ده؟ ايه المنظر اللي انا شايفه ده؟ ايه كل الكومبريشن والضغط ده؟ تيك توك يعني مش ممكن والله. ايه المنظر ده؟ ازاي من كده بقى كده؟ طب ايه الحل؟ انا يوسف او اندر كفر من التيك توك. النهارده هقول لك ازاي تعمل ريندر كويس بحيث ان احنا نحافظ على ال 4K كواليتي، ونستخدم الهاند بريك كمان فنخلي الفيديو معاك بدل ما يكون بالمنظر ده يكون بالجيجا بايت او حجمه كبير، نخليه بهذا المنظر وهو تحت ال 50 ميجا بايت. اول حاجه عايز ظبط الكليب بتاعك وتاكد ان الايديت بتاعك جاهز، واهم حاجه كمان تانية ان انت تعمل ابلاي لكالر كوركشن اسطوري عشان ينقل الجوده بتاعتك من كده لكده. تاني حاجه اطلع فوق، روح على فايل، روح على اكسبورت، وروح على اد تو ريندر كيو. سمي الايديت بتاعك زي ما انت عايز، وتدوس هنا تجيب البيست سيتنجز، وتدوس هنا تدوس على كويك تايم، وهنيجي هنا اهوت على الفورمات اوبشنز ونختار هنا الابربورس 42 اتش كيو ال بريس 4 ونخلي نتاكد ان الكواليتي دي 100. لو هي فيها خيار تعديل واقل من كده خليها 100، ودوس اوكي ودوس اوكي وتدوس على ريندر. بالمناسبه لو حابب تشتري اي سي سي او اي بريسيتس من عندنا تقدر تكلمني تحت السيرفر في الديسكورد او التليجرام تحت برضو. ان شاء الله كل ما تاخد حاجات اكبر كل ما تاخد عدد اكبر. ولو حابب حتى تدعمني انا هكون شاكر ليك جدا. من غير ما تشتري اي حاجه تقدر تكلمني برضو تحت التليجرام وسيرفر الديسكورد. ولكن دلوقتي كل اللي احنا هنعمله هنفتح الهاند بريك وهنجيب الفايل اللي احنا لسه مصدرينه او جايبينه عاملينه من الافتر افكت او الايديت بتاعك. طبعا زي ما انت شايف الفايل بتاعي حجمه 52 ميجا. طبعا انا مرندر ثانيتين، انت هترندر كتير فممكن يعدي الجيجا عادي، ولكن احنا عايزين نعمل له برضه كومبريس، فنيجي نسحبه في الهاند بريك. هينزل معانا فيديو بالشكل ده. فهنيجي نهوت على البريسيتس ونيجي ندوس عليها كده وننزل تحت خالص لحد ما نلاقي برودكشن ماكس، نختارها، نشيل كل المربعات، الدايمنشنز سيبها زي ما هي، الفلترز زي ما هي، الفيديو هنيجي نهوت نخلي الكواليتي دي 20، والاف اس هخليها سيم از سورس او اختار الاف اس اللي انت عايزها سواء 60 او 120 حسب الايديت بتاعك، ونسيب دي كونستانت ونخلي نهوت دي نسيبها زي ما هي او نخليها سلو او سلور ايا كان يعني شوف تفضيلك. ونيجي على الانكودر ليفل نخليه 6.2 ونستارت انكود. وبعد ما بيخلص انكود بنروح نشوف هنا في الفيديو هنلاقي الحجم وصل ل 4 ميجا، ولكن بهذا الشكل نكون عملنا كومبريس. وقدامك دلوقتي الفيديوهين زي بعض زي ما انت شايف مفيش اي فرق، والاتنين مفيش اي فرق ملحوظ خالص في الجودة سواء ده او التاني. وبس ده كل اللي عندنا. لو حابب طبعا تنزل اي حاجة او اي ابلكيشنز اي بلجنز اي الهاند بريك نفسه كلها، هتلاقي كل حاجة هتلاقيها تحت في سيرفر الديسكورد عندنا. وشكرا.